نسيت ولا ايه؟ اللي جابه عمله رئيس مجلس الشورى. شباب الصغار لسه ما يعرفش. هو ما لازم يعرفه. طب معلش قول تاني حضرتك كده. صفوت الشريف هو المتهم رقم 3 في قضية الدعارة الكبرى المسماة قضية ميمي سكيب. الشيخ جيش اتكلم عليها، قال لك في واحده اسمها أيوة. ميمي. ومعروف كان فيها عايدة رياض، الله يعني ربنا يستر عبده ولا انا بقى، وسيدي مصطفى الله يرحمه. وكان فيها مجموعة كبيرة من أشباه الفنانات كانت بتجندهم ميمي سكيب بمساعدة صفوت الشريف للقيام بعمليات للمخابرات المصرية. فصفوت الشريف كان المتهم رقم 3 في قضية ميمي سكيب هيتحاسب سنة الكلب. 82. هو فين صفوت دلوقتي؟ هو ده اللي قال لي الواحد. قاعد في شرم. فين صفوت؟ قاعد في فين شرم. زكريا عزمي؟ فين؟ قاعدين فين يوسف والي اللي سلطن الدنيا؟ اللي بنانا كلنا بالفشل الكلوي والالتهاب الكبدي. فين؟ فين دول؟ فين يا ناس؟ ايه ده؟ حسني مبارك سجن الشاذلي ليه؟ اللي مات يوم ما تلحى، يوم ما غار. سعد الدين الشاذلي هو البطل الحقيقي، واسالوا قادات الجيش ايه؟ البطل الحقيقي لحرب اكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي رحمه الله عليه. اختصروها كلها في الطلعه الجويه. يا ريته ركب طياره. اول شهيد في الطيران كان المرحوم عفت السادات اخو انور. هو كان صاحب اول طلعه. طب ليه تصريح هنا؟ الراجل اولا من المحاربين القدام. هو الراجل ده ليه الفضل في التخطيط اللي انا حضرته في 7 انا حضرت اليمن. الشاذلي؟ لا الشاذلي طبعا ده فوق الخطه جرانيت 200 يا استاذ. القوات الجويه. الخطه جرانيت 200 هي الاساس لحرب اكتوبر، وضعت اثناء حرب الاستنزاف. اسس القوات الجويه على اعلى مستوى. احنا ما بنتكلمش في اللي فات، احنا عايزين هنعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ بس ما بنتكلمش في اللي فات. اطلبوا قولوا عايزين حقنا اللي اتسرق، الفلوس المليارات اللي اتسرقت من الشعب ترجع. يبقى كله الشعب هيرجع ان شاء الله. يبقى الشعب يريد محاكمه النظام. بالظبط. الشعب يريد محاكمه النظام. صلت عليهم في جنازته ملايين. سعد الشاذلي الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه سعد الدين ما الشاذلي كانش بينام، كان بيمشي الله يرحمه. اللي سجن تقدروا تقولوا لي ليه عبود الزمر كان رافض الافراج عنه حتى لغايه ما مشي غار؟ ليه بقى؟ رافض الافراج عن عبود ليه؟ ليه؟ لان عبود لو اتكلم هيكشف دور مبارك في اغتيال السادات. تاني كده معلش. حسني مبارك عبود الزمر لو خرج واتكلم هيكشف دور مبارك في عمليه اغتيال انور السادات. الله اكبر، الله اكبر.